ساعات بتحس إن الدنيا كلها قفلت في وشك، خايف من بكرة، خايف من رزقك، خايف من كلام الناس. عارف الخوف ده كله جاي منين؟ الشيطان مش بس بيوسوس بالمعصية، ده شغلته الأساسية إنه يخوفك. الآية اللي ربنا بيقولها واضحة جدا: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان بيصور لك إن الباطل قوي وإن أتباعه مرعبين عشان تتهز من جواك وتتراجع عن الحق. النهاردة هنفكك سلاح الشيطان ده ونعرف إزاي نحول الخوف ده لقوة. الشيطان بيعظم لك في قوة أوليائه الظالمين والفقر والمرض والمستقبل والمجهول. يعني مثلا خايف تسيب شغل حرام عشان الرزق، خايفة تلبسي الحجاب عشان كلام الناس، خايف تقول كلمة حق عشان الأذى. الخلاصة إن الشيطان بيعمل من الحبة قبة علشان يخليك عبد لخوفك مش عبد لله. ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم: فلا تخافوهم وخافوني. ليه ربنا أمرنا نخافه؟ هو مش خوف رعب، لكن خوف هيبة ومحبة وتعظيم. لما تخاف من ربنا القوي الجبار، كل المخاوف التانية بتبقى ملهاش لازمة. زي مثلا قصة سحرة فرعون، أو ثبات الصحابة في غزوة أحد لما الناس قالت لهم إن الناس جمعوا لكم فاخشوهم. النتيجة كانت: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الكلمة دي حسبنا الله ونعم الوكيل هي القنبلة اللي بتنسف خوف الشيطان. طب المطلوب مننا نعمل ايه؟ أول حاجة، أول ما تحس بقلبك مقبوض استعيذ بالله فورا. اعرف مين هو ربنا الرازق القوي الناصر اللي معاه الملك. الشيطان بياكل من الغنم القاسية. خليك وسط ناس بتفكرك بالله، ما تخليش الخوف يشلك. تحرك باليقين وربنا هيفتح لك الطريق. الشيطان ملوش سلطة حقيقية عليك، هو آخره يخوفك بس. لو وقفت قدامه بقلب مليان إيمان ويقين هيختفي زي الدخان. في الآخر بندعي ربنا وبنقول: إن نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل. ما تنساش تشارك الفيديو مع أصحابك وتشترك في القناة. سلام.